ففي احتمال انه لما الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فزع وقال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج، يبدو انه كان بيعني، وكثير من علماء قديما وحديثا بيفسروا بهذه الطريقة، كان بيعني انه هالفتحة الصغيرة هاي اللي هو تعبير عن شر بس هالقد من هذه الأمة نتج عنها هجمة المغول والتتار، اللي تقريبا لما بتدرس التاريخ والتدمير اللي كانوا يدمروا شيء هائل، الناس اللي قتلوا مش بالآلاف مش بمئات الآلاف، ملايين من المسلمين. بغداد لحالها بقدروا يا مليون يا مليونين اللي قتلوا في بغداد، وتدمير البلد والكتب والحضارة، لأنه كانوا همجيين بقتلوا النساء وأطفال، ما يعني بعطوا عهود وبنقضوها بقتلوا، يعني إشي مرعب في موضوع القتل. هذا القد، ولكن بدنا ننتبه إنه هذول الناس أسلموا، اللي هم فرع من مين؟ من يأجوج ومأجوج. أسلموا. لما أسلموا شو بدل هذا؟ وعلى فكرة أسلموا فيما بعد حسن إسلامهم وأقاموا من ضمن ما أقاموا الإمبراطورية الإسلامية المغولية في الهند اللي تاج محل وكذا، هذا من صناعتهم. وبقيت الدولة على فكرة وجاء منها خلفاء على مستوى عمر بن عبد العزيز في العدل، تمام؟ ولحد 1700 كانت موجودة الإمبراطورية، لحد 1700 ميلادي كانت موجودة، 1700 وكذا. هذول أسلموا. إيش بيعني هالكلام؟ ننتبه للمسألة التالية، إنه لو كان هذول يأجوج ومأجوج هذا الجنس بده يظل كافر من أول يوم لآخر يوم، شرير من أول يوم لآخر يوم، بصير في شبهة إنه معناته في إجبار، وإنه هذول الله خالقهم بس للشر. لا، هذول كباقي الناس. فلذلك هذه القطاعات الهائلة اللي قامت ودمرت من التتار والمغول أسلمت. إذا فيش شيء اسمه إنه أمة مخلوقة لتكون شريرة، أسلموا. حتى هم الآن في منطقة تركستان الشرقية مضطهدين من قبل الصينيين، حتى هم نفسهم مضطهدين من قبل الصينيين. إذا كان أمة يأجوج ومأجوج الأمتين اللي كانوا موجودات كانوا في ذاك الوقت يفسدوا، لكن فيما بعد جاء من أجيالهم من أفسد إفسادة هائلة في الإسلام، أسلموا. وقد تكون هذه ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في رؤيا تفسر ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج، يعني من شرهم، لأنه هذا إيش؟ رؤيا، يعني ما قاله هو جالس صلى الله عليه وسلم، رؤيا، فتفسر إنه معناته فتح من الشر هالقد. فإذا كان ما قام به المغول والتتار بس هالقد من شرهم، معناته الشر النهائي كم؟ طب هذول أسلموا، معناته مين بقي؟ هذول أسلموا، معناته مين بقي؟ اللي بده يكون علامة من علامات القيامة الكبرى، واللي بده يكون أعدادهم هائلة وشرهم فظيع، وأيضا موجه ضد العرب. بنبين ليش. وأيضا يعني ويل للعرب ويلين، لما تكون هالقد وهالقد تنفتح. في المرتين العرب اللي بدهم يتلقوا الصدمة. بس بدي اياكم تنتبهوا انه العجيب، طبعا المغول على فكرة امبراطوريتهم ايام بدأت جنكيز خان ثم فيما بعد هولاكو ثم تيمور لانك على فكرة تتري، ولكن اللي قبله هولاكو مغول. لاحظوا مساحات الامبراطورية المغولية
لما اتسعت أكثر ما اتسعت 33 مليون كيلومتر مربع، يعني بلد زي مصر 33 مرة مساحة. هذول اجتاحوا العالم. يعني إذا بدك تنظر للتاريخ الماضي، أضخم إمبراطورية في الماضي، أضخم. وكان على فكرة كان هجومهم سريع ومباغت بأعداد هائلة، قد ما يقتلوا منهم الناس يندفعوا. اللافت للانتباه إنه الأمة الإسلامية في الشرق ملايين البشر، ملايين الكيلومترات، ما استطاعت توقف في وجه هذا الزحف الهائل. والروس وأهل سيبيريا والتفاصيل كلها ما قدروا يوقفوا. مين اللي وقف؟ مين اللي وقف؟ اللي وقف أعداد قليلة، واللي وضع تحدي لهم أعداد قليلة من نتاج صلاح الدين. شوفوا صلاح الدين اللي هزم أوروبا 1187 بعد 70 سنة تقريبا، عم بقرب، كان قصة يأجوج ومأجوج، عفوا التتار. كان قصة التتار واجتاحوا العالم الإسلامي، وبقيوا يجتاحوا، لاحظوا، من الصين لا وصلوا فلسطين. لما وصلوا فلسطين مين اللي وضع لهم حد؟ خلفاء الأيوبيين، خلفاء صلاح الدين. يعني ما لحقوش ينسوا الجهاد، ما لحقوش ينسوا الفروسية، وكان عددهم أقل من أي جيش كان يواجه المغول، وهزموهم الهزيمة المنكرة، وأنهوا تقدمهم اللي كان بده يجتاح العالم كله في فلسطين.